السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر لمشاهديني الأعزاء على تغير نبرة الصوت عندي مرة أخرى، كما اعتذرت لكم من الفيديو الماضي، ولكن عندي دور برد، فأتمنى من الله الشفاء العاجل لي وليكم جميعا في الدنيا والآخرة. والنهاردة هنبتدي مع بعضينا، ندخل مع بعضينا في الموضوع ونشوف موضوع النهاردة بيتكلم عن إيه، وأتمنى إن بأمر الله نخرج كلنا بإفادة منه. قالوا لنا هنطور التعليم وفرحنا كلنا بذلك، وقلنا هذه خطوة تقدم لمصر. قالوا هندخل التابلت مثل بعض الدول التي اهتمت بتطوير التعليم وعقول شبابها. قلنا الله 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 الله، مصر بتبني عقول أولادها بالعلم الحمد لله. وكلنا نعلم أن مصر بفضل الله ولادة، فهي أم الأبطال والعظماء والعلماء والقادة. وقلنا بفضل الله بهذه الطفرة التعليمية سوف تحول عقول أبنائنا إلى زلزال يزلزل العالم كله بالعلم ويرهب الأعداء والخونة. ثم سمعنا الخبر أو القرار العجيب الذي تعجبنا منه جميعا. لماذا هذا القرار الخاطئ؟ مش عارفة ليه لن يؤتي بالثمار التي كنا نطمح لها، أنا وهو قرار طريقة طرح السؤال في الامتحان على الطالب بطريقة غير مباشرة. طيب ليه؟ لماذا؟ هتصعبها عليه ليه؟ اديله فرصة يفرح بالتابلت، يفرح بالتغيير، يفهم يعني ايه تغيير، يتأقلم. طيب كنا نعمل كده ونغير في سياق السؤال ونجيبه صعب ونجيبه لافف ونجيبه غير مباشر. لو كان التعليم من الأساس عندنا غير معاق كان ممكن، ولكن احنا عندنا التعليم أساسا مريض، محطم البنية التحتية. فنيجي نضغط على الطالب بقرار غير صائب، مع احترام الكامل لمتخذ هذا القرار، وكان ينقصه شيء من الدراسة. فندي للطالب التابلت ونديله في نفس الوقت طريقة الامتحان بشكل إلكتروني وليس ورقي كما كان معتاد. برضو دي حاجة جديدة، حاجة جديدة للطالب، حاجة جديدة على الذهن. وأيضا فوق ده كله بندي للطالب السؤال جاي بطريقة غير مباشرة. كان لازم كل هذه الصدمات تكون حمل وعائق على ذهن الطالب، وكان من المتوقع أن هذه الفكرة لم ولن تؤتي ثمارها كما يجب أن تكون. حتى لو في بعض الشباب الحمد لله والشابات تأقلموا مع التابلت وحبوه، ولكن مش المستوى أو العدد اللي احنا كنا نطمح ان احنا نوصل له في شبابنا وفي أولادنا وفي بلدنا. فكان من الأفضل عند تطوير التعليم وقرار إدخال التابلت إلى حياة الطالب أن يتم شيء من الألفة والمحبة على ذهن الطالب من خلال نوع الأسئلة ليألف الامتحان ويشعر بتطوير التعليم من أجله فعلا. ومن الأفضل لنجاح هذه الفكرة ونجاح تطوير عقول أبنائنا أن يكون السؤال مباشر وسلس إلى حد ما، حتى لا يسقط الطالب على التابلت ويبرمج داخل عقله أن أسئلة التابلت صعبة، وأن هو مخنوق ومتضايق من التابلت ومن الامتحان الإلكتروني، وأن هو بيحن ومشتاق للامتحان الورقي. ونضطر في النهاية بعد كل ده إن احنا نرجع مرة أخرى لنقطة الصفر. كفاية، كفاية تضييع العمر والسنين على مصر والمصريين. كفاية. احنا فعلا محتاجين تقدم بمعنى الكلمة لينا ولأولادنا ولبلدنا. احنا فعلا محتاجين ان احنا نكتسب كل دقيقة من العمر. احنا فعلا محتاجين ان احنا نختلف. احنا فعلا محتاجين ان كل مسؤول في مكانه قبل ما يعلن القرار يكون دارس القرار. احنا فعلا محتاجين في كل مؤسسة حكومية أو غير حكومية، ولكن أنا مش هتكلم عن الغير حكومية، أنا هتكلم عن المؤسسات الحكومية، لأن دي اللي بتخصنا إحنا كشعب. محتاجين داخل كل مؤسسة حكومية رئيس مثل الرئيس السيسي. سيادة الرئيس حفظك الله ورعاك، وأكثر من أمثالك، وعانك وقواك وثبت خطاك ووفقك ورزقك البطانة الصالحة. يا رب احمي مصر وشباب مصر وارزقهم حب الوطن والعلم الصالح. يا رب حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن.